بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تخيلي ان مطبخك نظيف وكل حاجة بتلمع، لكن في ادوات بسيطة جوه المطبخ بتجمع بكتيريا كتيرة جدا جدا، بنستخدمها كل يوم وبنطبخ بيها الاكل لاولادنا، والحقيقة هي ممكن تكون سبب رئيسي في بعض انواع التسمم والعدوى ومشاكل المعدة، وانت مش واخدة تكرار مشاكل معدة وانت مش واخدة بالك من السبب الحقيقي. في الفيديو ده هقولك على 12 أداة في مطبخك شكلها نظيف جدا لكنها فيها بلاوي، وهقولك كمان ازاي تنظفيها وتحمي نفسك واهلك من البكتيريا المتخفية. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده الستات كتيرة جدا يعرفوه طبعا، بس انا بلفت النظر تاني للي ما يعرفوهوش او اللي يعرفوه واحيانا بيكسلوا يعملوه. فضلا وليس امرا، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي مشترك ممكن يعمل لايك وشير وتعليق في المحتوى وخارج المحتوى لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اول حاجه اللي انا اتكلمت عليها كتير وعليها فيديو، اسفنجة وليفة المواعين. اكتر اداة في البيت بتجمع بكتيريا، اكتر اداة في البيت بتجمع بكتيريا لانها دايما رطبة وبتلم بقايا الاكل والدهون، وطبعا موجودة في جو دافي اللي هو جو المطبخ، ودي كلها عوامل مثالية لنمو وتكاثر البكتيريا. في فيديو خاص على الليفة بتاع اللي عايزه يقول لي ويبعت له الرابط بتاعه. الحل ايه؟ الحل تغيريها اسبوعيا ودايما يوميا تتنقع في ميه بخل، طيب، او حطيها في الميكروويف لمده دقيقه، بس ما يكونش فيها معدن. يعني في برضه الليف كده فيها معدن او فيها سلك، لو فيها معدن ما تحطش في الميكروويف. اوعي تحطي سلك المواعين في الميكروويف، انا بقولها بنبه تاني. طب وبمناسبه بقى السلك، نتكلم برضه على السلك. السلك شكله بيقول لك انه نضيف جدا وبيلمع، لكن الواقع دايما بيكون مبلول، في بقايا اكل صغيره، ودايما بيتساب جنب الحوض او في جوه طبق، والطبق ده فيه ميه او اثار ميه او ميه عليها بقايا اكل. ومع الوقت السلك ده بيحصل له ايه؟ مش بيصدي. ولما يصدي ده بيكون خطر كتير جدا، خطر جدا جدا جدا، لان الصدى ده ممكن ينقل معادن ثقيله زي الحديد المتاكسد للاواني. يعني ممكن ينقل الحديد المتاكسد ده الاواني، ومن الاواني لايه؟ للاكل. وكمان بيخزن بكتيريا من جوه، سواء بكتيريا لان في بقايا اكل ني واكل ودهون واكل مطبوخ وحاجات من دي. الحل بعد كل استخدام لازم تشطفيه كويس بميه سخنه، لازم تشطف كويس بميه سخنه ويتنقع في خل او كحول مخفف او ليمون من وقت للتاني. والاهم من كل ده لازم يتنشف في مكان جيد التهويه، ما ينفعش يفضل موجود في الطبق المبلول ده. والافضل طبعا نغيره كل اسبوعين لو هو حالته سليمه، او اول ما تحس ان في ريحه غريبه او بدا يصدي. دي تاني حاجه. تالت حاجه المعالق الخشبيه والواح التقطيع. الخشب يا جماعه مسامي. يعني ايه مسامي؟ يعني في مسامات صغيره بيحبس الميه والدهون والبكتيريا جواه، واخدين بالكم؟ ولو كان في شقوق يبقى الخطر اكبر. يعني لو كان الخشب ده مشقق يبقى المصيبه بتكبر. الحل طبعا نستبدلها بسيليكون او بلاستيك يكون امن، يعني بلاستيك مخصص للتعامل مع الاغذيه، بلاستيك امن. ونغير، او لو احنا مضطرين نستخدم الخشب دوت نعمل ايه؟ اول ما تشقق نغيرها على طول، واول لما تبقى ريحتها غريبه لازم ايه؟ تتغير. تاني حاجه رابع حاجه المصفى، سواء كانت الاستانلس او البلاستيك اللي احنا بنصفي بيها المكرونه وبنصفي بيها الحاجات دي كلها. بعض المصفى خلاص بيكون فيها بواقي الاكل بتتراكم في الفتحات الصغيره الموجوده فيها، ولو ما اتنضفتش المصفى ديت تبقى ايه؟ بيئه مناسبه جدا وممتازه جدا للبكتيريا. الحل انقعيها في ميه سخنه وخل، ونضفيها بعد كل استخدام وجففيها كويس. يبقى لازم تنشف كويس جدا جدا. خامس حاجه، الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها كتير برضو، اللي هي فوطه المطبخ اتكلمنا عليها كتير وعملنا عليها فيديو على فكره. واللي عايز الرابط بتاع الفيديو يقول لي وانا هبعته له. فوطه المطبخ بنستخدمها في كل حاجه. بنعمل ايه؟ بنمسح بيها ايدينا، وطبعا بنمسح بيها الرخامه، وبنمسح بيها البوتاجاز، وبنرفع بيها الاواني السخنه من على النار. دايما الفوطه دي بتكون مبلوله وبتعتبر مكان نمو ممتاز للبكتيريا.
الحل ايه؟ الحل تتغسل كل يوم بميه سخنه، تتغسل كل يوم بميه سخنه، وخلي عندك اكتر من فوطه خلال اليوم، وتتغير بصفه مستمره، ما تقعدش للابد. يعني في ناس ما بترميش الفوطه دي الا لما تبقى ايه، فتل كده يعني. دي خامس حاجه. ليه اللي عايز رابط الفيديو يقول لي عليه. سادس حاجه مقابض الادراج والثلاجه والفرن، الايادي بتاعه الادراج والايد بتاعه الثلاجه او المقبض بتاع الثلاجه وايد الفرن والحاجات دي كلها. ايديها، الايادي دي، ايدينا كلها بتلمسها، بتلمسيها وانت بتطبخي، وفي ممكن يكون على ايدك في اثار بواقي دهون او اكل ني او حاجات من دي. وطبعا الكل، معظم الناس يعني يمكن 90% من الناس بينسى ينظف ايه المقابض دي، بتتنسى بالفعل. الحل ان دايما تمسحيها بمنديل مبلول بخل او كحول حسب المتوفر معاك. الست الشاطره دايما ما بتستغناش عن الخل، في دايما معاه بخاخه فيها خل كده، او في قطنه مبلوله بخل بتمسح بيها الحاجات الصغيره اللي بتتلمس كتير دي. سابع حاجه المبشره وفتحه العلب، المبشره اللي بنبشر بيها البصل وبنبشر بيها الحاجات دي كلها، وفتحه العلب دي يا جماعه فيها زوايا دقيقه جدا. الزوايا دي بتحشر جواها بواقي اكل وبتتخزن فيها، وطبعا بتنشف، والبكتيريا بتحب تعيش في الجو ده خالص يعني. واخدين بالك؟ طبعا في اكل وفي حراره وفي جو رطب والكلام ده. الحل ايه؟ الحل ان احنا ننضفها بعد كل استخدام بفرشه سنان، وننشفها كويس جدا، ونغسلها وننشفها كويس جدا. تامن حاجه من الحاجات برضو اللي بتاثر، المطبقيه. المطبقيه اللي هي الرفوف في ايه، التجفيف الاطباق اللي احنا بنغسل الاطباق ونحط فيها. ودايما المطبقيه، انا كلامي اكتر على المطبقيه المحطوطه جنب الحوض دي. دايما المطبقيه دي رطبه، والحوض اللي تحتيها، فيها تحتيها كده حوض دايما فيه ميه، يعني في ميه دايما. الميه اللي بتتسرسب من الاطباق دي كلها بتتكون في ستات كتيره بتهمل في تفريغ هذا الحوض. في ميه دايما بتحتفظ ببقايا دهون واكل، ولو فيها صدى تبقى لانها ممكن تكون معدنيه، لو فيها صدى او ريحه تبقى كارثه. يعني لو هي معدنيه ومصديه تبقى كارثه، لكن في انواع منها بلاستيك دي ما بتصديش، لكن لو طلع منها ريحه تبقى مشكله كبيره. الحل طبعا فرغيها كل اسبوع مره، واغسليها كويس جدا بميه وخل، وجففيها كويس جدا، وعيد استخدامها مره ثانيه. تاسع حاجه من الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها برضو، السكاكين ايد خشب. انا ما بتكلمش على السكينه، لا انا بتكلم على الايد الخشب. نفس الكلام، احنا اتكلمنا على الخشب بتاع ايه، بتاع الخشب بتاع الواح التقطيع والحاجات دي كلها، والمعالق الخشبيه. نفس الكلام الايد بتاع السكينه الخشبيه. الخشب ده بيمتص ميه ودهون، ومع الوقت بيتشقق، والشقوق دي بيتخزن فيها بكتيريا. الحل ايه؟ الحل استخدمي سكاكين ايديها ستانلس ستيل او سيليكون. ولو مش قادره يعني تبدليها دلوقتي، طبعا نشفيها فورا بعد الغسيل، ولو فيها ريحه او تشققات لازم تتغير، يعني ما فيهاش كلام. ده عاشر حاجه، الطبق بتاع الميكروويف، الطبق الازاز الدوار ده اللي بيلف في الميكروويف، بنسخن عليه اكل يوميا، وبيتراكم عليه دهون وبقايا اكل من غير ما حد يغسله. يعني معظم الناس ما بتغسلوش على طول، بيغسلوه كل فين وفين، وممكن يكون سبب لتلوث الاكل. الحل طبعا ان اخر اليوم لازم يوميا يتغسل، ولو في دهون لازقه او حاجات من دي لازم يتنقع ويتغسل كويس، وبعدين يتنشف ويتحط مكانه. دي رقم 10. رقم 11 رفوف الثلاجه الداخليه. الرفوف دي بيبقى عليها ايه؟ عليها لحمه وعليها فراخ وعليها خضار. ممكن اللحمه دي تنزل نقط، او الخضار ممكن ينزل تراب او اي حاجه. المهم دي لازم ايه، تتمسح كويس جدا. يعني لو تقدر نطلعها بره ونغسلها افضل، لو مش هنطلعها بره يبقى نمسحها دايما بميه وخل او كربونات، ومره على الاقل خالص بكتير خالص كل اسبوعين. دي نمره 11. نمره 12 باب الثلاجه والرفوف الجانبيه. واخدين بالكم؟ الباب الثلاجه ده برضه من الحاجات اللي بتتنسى. بنحط فيه العصير، وبنحط فيه البيض، وبنحط فيه الصوصات، وغالبا بيقع حاجات منها وبتتراكم في الباب بتاع الثلاجه. الحل بتاعه لازم يتنضف مره اسبوعيا، ويتمسح بسفنجه وفيها خل، وفي نفس الوقت ينشف كويس جدا. وختاما، الفيديو ده يا جماعه، يا ستات يا فضليات، الفيديو ده مش للتخويف، بالعكس انا بلفت نظرك لحاجات ممكن ما تكونيش واخده بالك منها، لحمايتك وحمايه ولادك واسرتك من مشاكل في البطن وتسمم انت مش عارفه مصدره ايه. التسمم ده يا جماعه مش لازم تيجي الاسعاف وتاخدني توديني المستشفى، لا. التسمم ممكن يجي شويه ترجيع، شويه اسهال وترجيع، مغص في البطن، ممكن حمى، اي مهم. يعني مش لازم اعراض توديني المستشفى. التسمم درجات يعني. فممكن طفلك او جوزك او انت نفسك ممكن يحصل لك حاجه مش عارفه سبب
سببها ايه. ممكن يكون حاجه بسيطه خالص من اللي احنا قلنا عليها دي. كل اللي اتكلمنا عليها دي ادوات بسيطه جدا، بس لو اهتميتي بنظافتها هتقللي البكتيريا في مطبخك بنسبه كبيره جدا. اكتبي لي في التعليقات او اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه من دول لقيتي نفسك مهمله في تنظيفها او بنستخدمها من غير ما ننظفها، من غير ما ننظفها كويس. وبتنظفي الثلاجه كم مره، كل قد ايه. شاركوا الفيديو مع اي حد مهتم بصحته وصحه بيته. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا لاخوانكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.